كان في شاب اسمه مصطفى، شاب من اللي تقول عليهم ابن ناس ومكافح. بيصحى كل يوم 5 الفجر عشان يروح شغله في مصنع بالعاشر من رمضان، ويرجع آخر اليوم على شقته الصغيرة اللي بناها طوبة طوبة، وحلمه إنه يلاقي اللي تحبه وتقدره ويكملوا سوا المشوار. ولما شاف ندى قلبه دق وقال هي دي اللي هتكمل معايا الطريق. حارب الدنيا وتحدى أهله وجابها من بيتها على بيته، وفرش لزع عش الزوجية بإيده وقال لنفسه أنا كده بدأت الحياة اللي بحلم بيها. بس هو ما كانش يعرف إن الحياة اللي بيبنيها كانت هي بتخطط تهدها. الحب ما حماهوش. ندى كانت مختلفة عنه، مش بتقدر اللي عندها، ولا عمرها شافت في مصطفى السند ولا الأمان. كانت عايشة في بيت جوزها بس قلبها وعقلها في حتة تانية مع حد تاني. وفي يوم مصطفى بدأ يحس إن في حاجة غلط. كل يوم موبايلة في إيدها، ضحك غريب، كلام بالليل، وابتسامات مش ليه. في ليلة صحي من نومه، سمعها بتتكلم بصوت واطي وبتقول ما تقلقش، هو نايم ومش هيعرف حاجة. هنا قلبه وقع، مسك الموبايل وبدأ يقرأ. شاف رسايل ما تتشافش، صور، كلام تقيل، وكل ده بينها وبين واحد اسمه كريم. بس اللي صدمه أكتر إن ندى حامل، وكان فاكر نفسه هيبقى أب وفرحان وبيجهز لحياة جديدة. لكن الحقيقة كانت أبشع. البنت اللي في بطنها مش بنته، كريم عاشقها هو الأب الحقيقي. مصطفى اتحطم، اتكسر، حاول يستوعب، حاول يواجهها، بس ما كانش عارف إنهم سبقوه بخطوة. ندى وكريم اتفقوا على المصيبة، قالوا لازم يخلصوا من مصطفى عشان يعيشوا سوا من غير وجع دماغ ولا فضايح. كريم جاب سكينة وسنة وجه من بلد تانية مخصوص، واستنوا مصطفى في مكان ضلمة. والنداهة كانت ندى، قالت له انزل قابلني لازم نتكلم. وهو اللي قلبه مكسور ولسه بيحبها نزل، وفي جنينة في نص الليل هجم عليه كريم، ضربه، طعنه، سابه ينزف وساب حلمه يموت في الضلمة. مصطفى مات، واللي جلغ أهله كانوا المستشفى. قالوا ابنك وقع من العربية، بس الحقيقة كانت أبشع من أي خيال. أبوه لما شافه في التلاجة وقع من طوله، وأمه ما صدقتش لحد ما شافت صور السكينة والدم والاعترافات. بعد تحريات الشرطة ومكالمات الموبايل وشهادة الجيران، المحكمة حكمت على ندى وكريم بالإعدام شنقا. بس هل ده رجع مصطفى؟ هل داوى قلب أمه؟ هل ريح ضمير أبوه اللي ما كانش عايز الجوازة من الأول؟ في ناس الطيبة عندهم مش ضعف، بس للأسف الطيبين هم أكتر ناس بتدفع الثمن. مصطفى مات مظلوم، ومات وهو بيحب، بس حكايته علمتنا إن مش كل قلب بيضحك لك يبقى أمين، ومش كل واحدة تقول بحبك تبقى تستهلك.